القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يعني عمل هيك على أصابعه، هذه الأربعة مخلوقة. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ اللي ما بقول زينا إنه القرآن مخلوق بدنا نطلعه من الدين، بدنا نطلعه من الملة. فهذا التعريف الموجز أو المختصر تقريبا للقرآن الكريم بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز. العلماء القرآن الكريم الذين ذكرهم موجود بيننا وهم كانوا ابن مسعود. من ابن مسعود؟ ابن مسعود كان رجل بسيط قصير القامة نحيل الجسم، لما يمشي في السوق لا أحد يأبه له. مثلا قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، معكم محمد كتاني من برنامج لحظات رمضانية. معنا الأستاذ الدكتور أحمد شكري، أستاذ في جامعة قطر، لنتعرف معكم على أبرز اللحظات الإسلامية في شهر رمضان. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك. مرحبا يا شيخ محمد، أهلا وسهلا. دكتور، أول في البداية لو تعرفنا إيش هو القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أنا أريد أن أشكرك أستاذ محمد على جهودك الطيبة الإعلامية النشيطة، فأنت يوتيوبر وأنت تيك توكجي وأنت نشيط في الانستغرام والوسائل الأخرى الكثيرة، وهذا شيء طيب وحسن، ويعني تنتشر لك المقاطع الفيديوية والدعوية والقرآنية، وهذا ما شاء الله من النشاط الجميل. ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان يحلو لنا فعلا أن نتحدث عن القرآن الكريم. الآن إذا أردنا أن نعرف القرآن، العلماء لهم أكثر من اتجاه في تعريف القرآن. نأخذ نحن الاتجاه المتوسط، وهو أن تعريف القرآن الكريم بعبارات متوسطة، لأن بعضهم يقول كلام الله المعجز. يعني بعض العلماء لما يعرف القرآن يقول كلام الله المعجز وفقط، يقف هنا عند كلمة المعجز، لأننا نعلم أنه لا يوجد معجز من الكتب السماوية السابقة إلا القرآن، وهذا يعني واضح جدا. التوراة الإنجيل ليست معجزة، لم يكن فيها إعجاز، هي كلام الله صحيح ولكن ليست معجزة. فلما نقول كلام الله المعجز حصرناه في القرآن الكريم. وفي بعض العلماء لما يعرف القرآن يطول، يأخذ تقريبا أكثر من صفحة، ولكن نحن بعبارات مختصرة نقول القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز. بعضهم يقول المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس من باب زيادة التوضيح. الآن لما نقول كلام الله خرج به كلام كل البشر. لما نقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج كلام الله المنزل على غير محمد قبل. مثلا أنزل على إبراهيم صحف، وأنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور. لما نقول كلام الله المنزل على محمد أيضا يوجد كلام لله عز وجل نحن لا نعرفه. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، هو حديث فيه دعاء، بيقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو هنا موضع الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء لله وفي كلمات لله نحن لا نعرفها من الغيب، تعرفها الملائكة مثلا. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يسجد سجود الطويل سجود الشفاعة الكبرى، يقول في الحديث فيفتح الله له من الدعاء ومن ذكر أسماء لله سبحانه وتعالى لم يفتحها عليه من قبل، وهذا كله مما يدلنا على عظمته سبحانه وتعالى. فهذا التعريف الموجز أو المختصر تقريبا للقرآن الكريم بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز. الآن قبل ما نتكلم عن المعجز ممكن كلمة بسيطة هكذا عن المتعبد بتلاوته. ماذا نعني بها؟ يعني أن الصلاة لا تصح إلا به. الصلاة عبادة لا تصح إلا بالقرآن، وتحديدا سورة الفاتحة. يعني واحد وقف يصلي وما قرأ سورة الفاتحة ما في صلاة، ليست صلاة هذه. طيب واحد ثاني وقف يصلي وقرأ أي سورة غير الفاتحة ما بنفع، لازم الفاتحة ابتداء ثم غيرها يكمل سورة الفاتحة. وهنا معنى أنه متعبد بتلاوته أن الصلاة لا تصح إلا به، هذا جانب. الجانب الآخر في معنى متعبد بتلاوته أن لك بكل حرف منه 10 حسنات، ويعني أي كلام آخر ما إلك عليه 10 حسنات على كل حرف. ممكن أنت لما تقرأ في كتب الحديث، تقرأ في كتب الفقه، حتى في أي كتاب آخر، تريد الأجر والثواب أو التقرب من الله لك أجر، ولكن إنه محدد كل حرف ب10 حسنات هذا غير موجود إلا في
القرآن الكريم، ولذلك هو المتعبد بتلاوته. نعم. دكتور، هل هو مخلوق كما كان يقال في أيام فتنة القرآن الكريم؟ طيب، خلق هذه القرآن الكريم. الفكرة فكرة يعني أنا بدي أقول أنه ابتلي المسلمون في أزمنة من الأزمات باختلاق مشاكل من لا شيء. يعني أيام العباسيين جاء مجموعة من الناس من فرقة المعتزلة تحديدا وشغلوا الناس بهذا الأمر: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ يا جماعة، هذا مش موضوعنا، هذا لا يهمنا كثيرا. نحن مأمورون أن نقرأ القرآن، أن نتدبر في القرآن، أن نعمل بالقرآن. لسنا مأمورين أن ندخل في هذه الفروع أو المضايق أو المجالات، يعني ليست من عملنا. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق لا يهمنا كثيرا، يهمنا فقط أن نقرأ القرآن وأن نتعبد به. ولكن هؤلاء اللي عندهم يعني يصفونه بالترف العلمي، ترف علمي زائد، يا جماعة بدنا نبحث في هذا الموضوع: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب، اللي قالوا بأنه مخلوق، قال ربنا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل الجعل هو بمعنى الخلق، إذا إنا خلقناه، إذا القرآن مخلوق. لا، مش بس هيك، يعني هم زادوا على هذا وصاروا يقولوا: اللي ما بقول زينا إنه القرآن مخلوق بدنا نطلعه من الدين، بدنا نطلعه من الملة، وصاروا يحكموا على الناس. ويعني آذوا بعض العلماء مثل الإمام أحمد بن حنبل في زمنه، آذوه كثيرا وجلد بالسياط وتحمل. الآن في بعض العلماء الآخرين حتى يخرجوا من الإشكال ومن الفتنة صاروا إما يهربوا لما يعرفوا أنه جايين يسألوهم عن القرآن يبتعدوا عنهم، وإما يجيبوا بإجابات نسميها موهمة. كيف يعني؟ يروى مثلا عن الإمام الشافعي لما قالوا له القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه لو قال لهم أنه غير مخلوق بده يدخل في إشكال وتضييق وسجن. فصاروا مثلا احتال لهم حيلة، قال لهم: شوفوا علي، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يعني عمل هيك على أصابعه، هذه الأربعة مخلوقة. لأنه إيش قصده هذه الأربعة؟ هذه الأربعة الأصابع، يعني هذه اللي بسموها إيش؟ الحيل الشرعية أو التورية. هم فهموا إيش هذه الأربعة؟ القرآن والكتب السماوية، فتركوا وشأنه. يعني بده يخلص منهم بالبلدي، لأنه يعني هؤلاء الناس يعني بدي أقول أن تفكيرهم يعني متجه باتجاه معين وشبه مغلق، فخرج منهم بهذا الأمر. الآن الإمام أحمد ما رضي أنه يعمل تورية أو أنه يعمل حيلة عليهم، فكان يقول لهم: القرآن كلام الله، ولما نقول كلام الله إذن صفة الله، وصفة الله تنطبق على الله، والله غير مخلوق، إذن كلام الله غير مخلوق. ويحاول يقنعهم بمثل هذا المنطق، ولكن كانت عقولهم مغلقة. وهذه نسميها الفتنة، فتنة خلق القرآن، استمرت يعني حوالي 50 سنة تقريبا، وبعدين زالت الغمة وانتهت، والآن لم يعد أحد تقريبا يتحدث عن هذه الفكرة. فخلاصة الكلام اللي يعني أريد أن أوصله أن نحن مأمورون بالنسبة للقرآن أن نتعبد به، وأن نتفكر في معانيه، نتدبر، وأن نعمل. هذه الأشياء الأساسية الثلاثة. بعد ذلك ما إلنا في التفاصيل الأخرى الكثيرة، يعني نبقى في حدود ما ينفعنا، والله أعلم. الله أعلم. دكتور، ما هو تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها؟ كويس، هذا سؤال يا شيخ محمد. أنت تبحث في في الزوايا والخبايا. هذا الحديث يتكلم عن الذي حفظ شيئا من القرآن ولا لا يثبته، فهو يكون أشد تفلتا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، العقال اللي هو الحبل اللي يربط به البعير. الآن طبعا أنا ما إلي علاقة بالإبل والبعران، ما بعرف أنت لك علاقة برضو، رعيت إبل إشي؟ لا ما عندي. نحن ما أظن أنه سلكنا هذا الطريق. ولكن الآن الإبل الفكرة إنها تتفلت، كثيرة التفلت، هكذا يقول شراح الحديث. واللي بده يتأكد يفوت على شات GPT ويكتب تفلت الإبل، بيطلع له يعني ممكن فيديوهات وبيطلع له إجابات. فالإبل تتفلت، كثيرة التفلت. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه تفلت القرآن المحفوظ في قلوب الناس وفي صدورهم بالإبل المتفلتة. يعني يا من تريد أن تحفظ القرآن لا تقصر، بعد أن تحفظ ثبت. يعني في قاعدة أحد شيوخي الله يرحمه كان يقول لي لما كنت في فترة حفظ القرآن، كان يقول لي: يا أحمد، القرآن سريع الحفظ ولكنه صعب التثبيت. سريع الحفظ، بتمسك صفحة بتحفظها، بتقول خلص حفظتها، بتيجي بعد ساعة تلاقيها طارت،
ليه؟ لأنه ده تثبيت. فالحفظ سهل ولكن التثبيت هو الصعب. مرة جاني أحد طلابي بيقول لي أنا حفظت سورة الملك مثلا وعم تتفلت مني، مش قادر أثبتها. فقلت له كل كم بتقرأها؟ فصار يفكر إنه كم يوم إله ما قرأها. فقلت له خلص، طالما إنك صرت تفكر وإنه إلك عدة أيام ما قرأتها، طبيعي جدا إنها تتفلت. الآن من حفظ شيئا جديدا من القرآن يريد أن يثبته، بده في أول يوم يقرأه مثلا 20-30 مرة، بعدين في اليوم الثاني مثلا 10 مرات، في اليوم الثالث 5 مرات، حتى لما يشعر انه مثبت عنده بصير يقرأه كل يوم مرة على الأقل. الآن لما يقرأه كل يوم مرة، إذا شافه بتفلت بدقر يعني بالبلدي، يعني عند بعض الآيات أو كذا يتوقف عن حفظ الشيء الجديد مثلا وبتثبت أكثر، بيرفع العيار، بدل مرة بيعملها 3 5 7 مثلا، حتى يكون متقن للحفظ. ثم يبدأ يخفف حتى يوصل ل3 أيام أو لأسبوع، ما بيزيد عن أسبوع، لفترة يعني جيدة، يعني ممكن سنة، وهو بيقرأ هذا الشيء اللي حفظه جديد كل أسبوع مرة على الأقل، إذا أنه حفظه كويس. إذا كان حفظه له مقلقل أو مخلخل أو يعني غير ثابت، بيزيد، بيعملوا 2 في الأسبوع، 3 في الأسبوع، وهكذا. هكذا الحفاظ. يعني إحنا سمعنا عن موريتانيا مثلا. موريتانيا بلد الحفاظ، فيها حفاظ كثيرين. وأنا زرتها مرة لمؤتمر من المؤتمرات حول القرآن الكريم، فزرنا بسموها محاضر، جمع محضرة، محضرة التحفيظ القرآن الكريم للصغار. بعضهم بيقول أنا بقرأ السورة أو السطر أو الصفحة 100 مرة حتى أحفظها. 100 مرة بحكي لبعض طلابي بيقولوا يا سلام 100، إحنا بنموت لما نقرأها 100 مرة. بقول له طيب أنت أصلا إلك أجر، إلك بكل حرف 10 حسنات. والقاعدة المشهورة في الحفظ أنه التكرار بيعلم الشطار. فهذا سبيل، يعني كيف بدك تحفظ الإشي؟ بدك تكرره. يعني الآن كل واحد فينا مثلا الطريق من بيته لعمله حفظه، ليش؟ لأنه بكرره كل يوم عدة مرات. أسماء الناس القريبين منك اللي بتتعامل معهم دائما حفظتهم، ليش؟ لأنه بمروا عليك بكثرة. غيب عنه 2 3 4 ممكن تنساه. وهكذا بالنسبة للقرآن، فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ أيوة كويس. طبعا هذه الآية الكريمة من سورة متذكر ولا أعطيك خيارات؟ لا. طيب بدي أعطي خيارات. أعطني خيارات. المزمل أو المدثر؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى أقوى لازم تكون. المدثر. المزمل، أنا في سورة مزمل. المزمل. نعم. كويس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طبعا ما في جوائز اليوم، بلكي بكرة بنعمل جوائز إن شاء الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن قول ثقيل. ما معنى أنه قول ثقيل؟ يعني تبعاته صعبة، يعني مسؤولياته جسيمة. أنت أيها الإنسان أو أيها المسلم لما تتعامل مع القرآن، المسألة ليست لعب ولا له، المسألة جد، والمسألة أمانة، مسؤولية ثقيلة، مطلوب منك أن تراعيها. هذا هو القول الثقيل المقصود في القرآن الكريم. يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى أن تتدبر وأن تتفكر فيه وأن تتأمل في معانيه. وبالتالي كل واحد منا لما يريد أن يعيش مع القرآن ويكون شخصا قرآنيا، المسؤوليات اللي عليه ليست قليلة. الآيات اللي بتؤمر بده يأتمر فيها، واللي بتنهى بده ينتهي عنها، والتي تحثه على مثلا العمل يعمل وهكذا وهكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر هذا المعنى. وفي آية أخرى شبيهة بهذه الآية قريبة منها، قوله تعالى في أوائل سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني لم ينزل لكي تكون من أهل الشقاء، لا، لتكون من أهل السعادة. ولكن هذه السعادة ماذا تريد؟ إلا تذكرة لمن يخشى. أنت تتذكر في القرآن، أنا أتذكر وأتعظ بالقرآن وأعظ غيري. يعني في جانبين، في جانب الشخصي، العمل الشخصي، وفي جانب الإفادة الآخرين ودعوة الآخرين. ومن هنا وصف الله عز وجل القرآن بأنه قول ثقيل. وبالمناسبة هذه الآية جاءت بعد الآية اللي فيها ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ القرآن بتمهل وبتأودة وبنظام. بعدين عرفوا ما هو هذا القرآن، قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دكتور، ما الحكمة من نزول القرآن على مرحلتين؟ كويس. ماذا نقصد بمرحلتين؟ الآن نقصد بنزول القرآن على مرحلتين أن القرآن ابتداء في أول ليلة في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ليلة قدر، يعني هي أول ليلة قدر عرفناها نحن في تاريخ الإسلام. نزل القرآن جملة واحدة، النص القرآني كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة
إلى مكان في السماء الدنيا، في السماء الأولى. هذا المكان في السماء الأولى معد ومهيأ كان لحفظ القرآن، وسماه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ببيت العزة. قال: فصل القرآن من الذكر، يعني من اللوح المحفوظ، ونزل به جبريل جملة واحدة كاملا إلى مكان في السماء الأولى، ووضع فيه ومحروس هناك ومحفوظ تحوطه الملائكة. لأن الآية التي في سورة عبس مثلا إيش بتقول؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف. الآن يصف القرآن اللي محفوظ في السماء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. الآن هذا وصف الصحف، بعدين وصف الصحابة، عفوا الملائكة، قال بأيدي سفرة كرام بررة. يعني وصفت الصحف بثلاث صفات، ووصفت الملائكة التي تحفظ هذه الصحف أيضا بثلاث صفات. الآن القرآن بقي محفوظا في السماء الأولى. الآن بعد ما نزل به جبريل عليه السلام إلى هذا المكان في السماء الأولى، اقتطع منه إن صح التعبير أول 5 آيات من سورة العلق، ونزل بها إلى الأرض، حيث كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وين تذكر؟ أين كان أول لقاء؟ في غار حراء. ممتاز، صحيح، كان في غار حراء يتعبد الله تعالى. وهم أصلا كان يذهب إلى غار حراء وما كان في باله أنه سيكون نبيا وأنه سيأتي جبريل وكذا. فجاءه جبريل وناداه وقال له: اقرأ. طبعا ماذا أقرأ؟ ما أنا بقارئ، يعني لست من أهل القراءة. مرة ثانية ومرة ثالثة. ليش عملها 3 مرات هذه الحركة؟ هذه الحركة كانت تمهيد وتطمين لقلبه. يعني تخيل الآن أي واحد فينا يتخيل نفسه هيك في مكان، في جبل، في غار، في هذا الجبل هذا فاضي، ما في أحد، ما في حياة، ما في بشر، ما في بيوت، فيسمع صوتا ولا يرى شيئا، يسمع صوتا يقول له: اقرأ. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخذته يعني رهبة من هذا الموقف. فجبريل عليه السلام أخذه، قال: فغتني. في رواية قال: فغطني، بالطاء أو بالتاء نفس المعنى. ما معنى غطه؟ يعني ضمه إليه. هذا الضم مثل الأم التي تضم ابنها لما الولد صغير مثلا يرتعب من شيء أو كذا، يلجأ إلى أمه، فأمه لما تحتضنه تذهب عنه هذا الروع أو الخوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابته رهبة، وهذا شيء طبيعي أن تصيبه الرهبة. فجبريل عليه السلام ليذهب عنه هذه الرهبة ضمه إليه ضما رقيقا حانيا، فخفت عنه الرهبة من المرة الأولى ثم الثانية، وفي الثالثة زالت نهائيا. فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذه بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، أنه المرحلتين: المرحلة الأولى القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا أو الأولى، ثم إلى الأرض على حسب الحوادث وكذا، على مدة تقريبا 23 سنة اللي هي مدة البعثة النبوية. الآن لماذا هذه الحركة؟ يعني لماذا مش ليس من اللوح المحفوظ مباشرة إلى الأرض؟ العلماء بيذكروا عدة حكم، أنا ممكن أقتصر على 2 يعني بما يناسب المقام. قالوا: ليكون للقرآن فضل النزول جملة كما الكتب السابقة، والنزول مفرقا. لا يصح أن ينزل القرآن جملة واحدة إلى الأرض. لماذا لا يصح؟ لأن القرآن الآن فيه أخبار، فيه مثلا شيء عن المرحلة المكية، فيه أشياء عن المرحلة المدنية. فلو تخيلنا أنه القرآن كله نزل في أول ليلة، طب الكلام اللي عن بدر والكلام اللي عن أحد والكلام اللي عن الخندق واللي عن تبوك، يعني أشياء لم تحدث بعد، كيف يعني صعب جدا أن تحصل. وبالتالي من المناسب أنه القرآن حسب محتوى أنه سينزل مفرقا حسب الحوادث. فنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليكون له الفضل المشابه للكتب السابقة، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث. هذه حكمة. وفي حكمة ثانية بذكروها العلماء، بيقولوا لكي يعني يزداد الشوق لنزول القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء لما يكون بعيد الاشتياق له بيكون يعني بعيد ضعيف. يعني الآن واحد منا مثلا له صديق أو له قريب هيك في أمريكا، يعني في مثل بيقول: اللي بعيد عن العين بعيد عن الخاطر أو عن القلب مثلا. ولذلك لما يقترب، لما يدنو القرآن، لما دنا واقترب من السماء السابعة إلى السماء الأولى، صار قريب. بينه وبين السماء الأولى أكثر بكثير من القرب ما بين السماء السابعة. فيحصل الشوق والترقب لما سينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور، بهاي كمان الجزئية طلب الكفار من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرقى السماء ويأتي أيوة. بكتاب صح. يقرأه. ما آمنوا كمان. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا يعني من تعنت المشركين. الآن أهل مكة
يعني كان بدهم أي حيلة، أي سبب، أي حجة ليكفروا. فلذلك قالوا محمد أنت تزعم أنك مرسل من رب على كل شيء قدير. طيب شوف جبل مكة بلاد قفر ما فيها بواد غير ذي زرع، الجبال تحيطها، ومكة قبل مكة يعني نفس المدينة أو خلينا نقول الكعبة مبنية في وادي وحواليه جبال. يا محمد اطلب من ربك أن يزيل هذه الجبال ويجعل لنا مكة عبارة عن جنات وأنهار. قال لهم لا، ما ينفع، يعني لن يستجاب طلبكم، لأن الأمور لا تجري كما تريدون أنتم وكما تشتهون، الأمور تجري كما يريد الله سبحانه وتعالى. لأنه لو استجاب لطلبهم وما آمنوا، يعني كما حصل مع الأمم السابقة، يهلكون. الأمم السابقة هكذا طلبوا أشياء فحصل كما طلبوا، فلم يؤمنوا فأبيدوا. والله عز وجل لا يريد لهذه الأمة أن تباد، لأنها الأمة الباقية إلى يوم القيامة. ولذلك ربنا عز وجل أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات أعظم من اللي طلبوه. يعني مثلا قالوا له أزل الجبال، طيب بدل إزالة الجبال انشق القمر، انشق أنه أعظم القمر هذا الجرم الهائل ولا تحريك الجبال؟ لا شك أنه انشقاق القمر أكبر بكثير. وانشقاق القمر حصل بحيث أنهم رأوه جميعا، ليس فقط هكذا، رآه الناس اللي كانوا مسافرين، اللي كانوا يعني لما انشق القمر ماذا قال بعض المشركين؟ قالوا سحرنا محمد، سحر أعيننا، بحيث رأينا القمر كأنه شقتين. قال طيب يعني أضخم ساحر في الدنيا بيسحر الناس اللي حواليه؟ ما بيسحر كل الكرة الأرضية. فترقبوا، فلما جاءت بعض القوافل اللي كانوا مسافرين بعد أسبوع مثلا، قالوا لهم قبل أسبوع هل رأيتم القمر؟ قالوا نعم، واستغربنا جدا وظننا أنه انتهى الكون وكذا وما أشبه. بيقولوا حتى في كتب الصينيين، في كتب أهل الصين في الفترة الزمنية التي هي فترة البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكروا انشقاق القمر وذكروا بأرخوا به، يعني اعتبروه حدث عجيب وغريب جدا وذكر. وبالتالي هذا يعني شيء عظيم جدا، أعظم من الذي طلبتموه. الآن طلبوا أن يحرك الجبال وأن يزيلها، وطلبوا قالوا أو ترقى في السماء. قال يا محمد أنت بتزعم أنه بيأتيك الخبر من السماء، طيب إحنا عندنا طلب ثاني، اطلع أنت إلى السماء. يعني هي طلبات بسموها الناس الآن تعجيزية، يريدون أن يعجزوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فاطلع إلى السماء. وقالوا له لعلمك، لاحظ كيف يعني طريقتهم، لعلمك لو طلعت للسماء ما رح نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني بده ينزل معك كتاب مكون في ورق أو كذا لكي نلمسه بأيدينا ونقرأه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يرد عليهم في الآية قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني أنا لا آتي بالمعجزات كما أريد، المعجزات كما يريد خالقها ومرسلها وصاحب الحكمة في هذا الكون في هذه الحياة. طبعا الله يعلم أنهم متعنتون، يعني حتى لو طلع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو طلع إلى السماء، طلع في المعراج، لما حصل المعراج طلع صعد إلى السماء ورجع وبيخبرهم. قالوا له أنت يعني ماذا تخبرنا، ماذا تقول، يعني هذا كلام لا يعقل. طيب أبو بكر، تعال يا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أبو بكر أنا كذا، قال له صدقت أصدقك في كل ما تقول. لاحظ الإيمان العظيم. بينما كفار مكة لا 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 يمكن، هذا كلام مش منطقي، كلام مش عقلاني. وبعدين يعني الكلام يجر بعضه بعضا. يعني قبل المعراج كان في إسراء. طيب ليه الإسراء؟ ليه ما كان في معراج مباشرة؟ الإسراء بالنسبة للمعراج له هدفين. الهدف الأول أنه مقدمة للمعراج، والهدف الثاني أنه دليل على المعراج. أما أنه مقدمة، فالآن أي أمر عظيم بده مقدمة. يعني أنت لما بدك تسافر بتروح على المطار ومن المطار بتسافر، لاحظ أنه روحتك للمطار زي مقدمة وتمهيد. الصلاة عظيمة جدا، شيء عظيم في له مقدمة مثلا اللي هي مثلا الأذان والإقامة والوضوء وما أشبه ذلك. الآن لأن المعراج أمر عظيم بده مقدمة، بده تمهيد. إيه التمهيد له؟ أنك تنتقل من مكة إلى بيت المقدس في لحيظة، لحيظة ما أخذت منه شيء. يعني بالنسبة للبراق، البراق يعني مخلوق في غاية السرعة، اسمه براق من كلمة البرق السريع جدا. فكان أولا مقدمة ودليل. كيف عرفنا أنه دليل؟ بعدين لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من المعراج وقال لهم أنا يعني وصلت إلى السماء السابعة، الناس أهل الشرك حتى أهل الإيمان، بعض أهل الإيمان إيه تزعزع إيمانهم، قالوا كيف بدنا نصدق هذا الكلام. الآن المشركين قالوا فرصتنا إن نحصر إن صح التعبير محمدا كما يقولون صلى الله عليه وسلم في الزاوية. قالوا له يا محمد أنت تزعم أنك أتيت بيت المقدس وصعدت منه إلى السماء؟ قال لهم نعم.
قال يلا صف لنا بيت المقدس. طبعا هم بيعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسبق له أنه زار بيت المقدس، هو ذهب إلى الشام، إلى الشام يعني إلى بصرة، ما مر عن منطقة القدس، وهذا بيعرفوه. قالوا له طيب يثبت لنا. طيب الآن كيف بده يثبت لهم؟ أولا هو كم مكث في مكة في بيت المقدس؟ لبث على حسب الروايات صلى بالأنبياء إماما سواء قبل أو بعد المعراج، وما يعني الدنيا ليل، وما تجول فيها، وأصلا مش رحلة سياحية. فالآن يعني لو لم يكن رسولا مشكلة كبيرة، لكنه رسول مؤيد من عالم السر وأخفى. ولذلك لاحظ يعني قال فجلي، شوف كيف التعبير الجميل في السيرة، قال فجلي لي بيت المقدس، يعني زي شاشة كبيرة هيك يعني بيت المقدس أمامه، ومش بس شاشة، يعني بالتعبيرنا الحالي 3D، يعني كأنه يتجول في شوارعها، فرأى بيت المقدس فوصف لهم الأشياء والأماكن كما يعرفون، هم بروحوا على بيت المقدس وبيجوا. فكان المعراج الإسراء دليل على صدقه. الآن طبعا هم ما بيعرفوا شيء عما في السماء، ولكن بيعرفوا بيت المقدس. وإحنا عندنا قاعدة، يعني من حدثك بأمرين مثلا أنت تعرف أحدهما، أمرين غريبين جدا أنت تعرف أحدهما وتبين لك أنه صادق في الأول، فالمنطق بيقول أنه راح يكون صادق في الثاني. فطالما أنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبركم به بالنسبة لرحلة الإسراء، إذن منطقيا هو صادق فيما أخبركم به بعد ذلك من رحلة المعراج. ولكن ما آمنوا، جحدوا وكفروا وأصروا على كفرهم. وبالتالي يعني لو استجاب لهم في طلب الآيات التي طلبوها يعني لن يؤمنوا. هم كانت عندهم فكرة هدف تكذيب محمد بأي طريقة من الطرق. كذبوا، حاولوا قتله أكثر من مرة، وحاولوا منع الإسلام من الانتشار، ولكن لم يفلحوا في شيء من هذا. ولذلك من كان عاقلا منهم بعد مدة من الزمن انتبه، استيقظ، مثل أبو سفيان. أبو سفيان لما صارت فتح مكة انتبه، يعني هو في بدر حارب محمد صلى الله عليه وسلم، في أحد، في الخندق، ورأى بعينه هذه المعجزات. في الخندق شاف الريح الشديدة اللي إجته، وارتحلوا إني مرتحل. بعديها بثلاث سنين حتى الإيمان دخل إلى قلبه، ولكن بعد أن أسلم حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وحارب في معركة اليرموك، وكان يعني من صالحي الصحابة. ما شاء الله. دكتور، كيف يكون القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة؟ نعم، هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. كيف يشفع القرآن؟ وبالمناسبة الصيام أيضا، في حديث قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يعني نحن لا نعرف هذا من الغيب طبعا، ولكن هذا الغيب بالنسبة لنا أولا نصدق به، ثانيا نحاول أن نتخيله. يعني هل يجسم القرآن وهل يجسم الصيام على هيئة إنسان أو ما يشبه الإنسان أو مخلوق معين له قدرة على الكلام؟ فالقرآن يقول كما ثبت في الحديث، يقول يا رب منعته النوم في الليل كان يقوم به الليل فشفعني فيه. والصيام بيقول يا رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. وقال عليه الصلاة والسلام فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما لمن يشفعان له. فهذه هي الشفاعة، شفاعة القرآن أنه يشفع لصاحبه، بمعنى يخبر الله عز وجل. طبعا والله أعلم، هو العليم، يعني هو يعلم كل شيء في هذا الكون، ولكن هذا التمثيل لهذه المشاهد وكذا يمثلها لنا التمثيل النبوي أو التمثيل حتى الرباني في الآيات القرآنية وكذا. والتمثيل هذا يعني عند علماء البلاغة التشبيه التمثيلي، لأنه في تشبيه عادي إن صح التعبير وفي تشبيه تمثيلي. فالتشبيه التمثيلي بيكون في يعني استحضار الصورة أكثر، والإنسان عندما يتأمل هذه الصورة يزداد يقينه بالأشياء. ونحن نعلم أن الله عز وجل غير محتاج أصلا إلى هذه الشفاعة لكي يغفر لنا أو يرحمنا أو يعلي درجاتنا، ولكن نحن المحتاجون. وبالتالي يقول لنا صوموا لكي يشفع لكم الصيام، اقرأوا القرآن لكي يشفع لكم القرآن ويرفع درجاتكم عند الله تعالى. فهي مسألة مبدئيا غيبية، من الغيب نؤمن بها، ونؤمن أن بشكل أو بآخر القرآن يوم القيامة سيشفع لأصحابه الذين يحافظون على قراءته ويكونون من العاملين بما فيه، أو من حفاظه أو من مدرسيه أو من تاليه. الفكرة أنه يأتي القرآن شفيعا لأصحابه. يعني كلمة أصحاب كلمة صاحب في الدنيا الآن لما نقول مثلا محمد وأحمد صاحبان، شو يعني أنه صاحب؟
قالوا صاحبان يعني بيكون مع بعض بكل في تلازم. أيوة تلازم. كويس، في تلازم. إذن قالوا الصحبة لها شرطان: الموافقة والمرافقة. مرافقة وموافقة. أنا وأنت مترافقان، كويس. طيب ومتوافقان، لو افترضنا إنه إحنا غير متوافقين، أنت بتقول لي بدنا نطلع بودكاست وأنا بقول لك لا بدنا نطلع تيك توك، أنت صح. بتقول لي انستغرام وأنا بقول لك لا بدنا مثلا فيسبوك وما أدري، ونتهاوش، لا نكون أصحاب. متوافقان ومترافقان. ولذلك صاحب القرآن يوافق القرآن ويرافق القرآن، يكثر من قراءته مرافق، ويوافقه فيما يأمر فيما ينهى فيكون موافقا. هؤلاء هم أصحاب القرآن، نسأل الله أن يجعلنا منهم بإذنه سبحانه. دكتور سؤال أخير من هاي الناحية. نعم. دكتور، مكانة القرآن الكريم كمعجزة خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب كويس، احنا الآن هيك نربط بالأول لما قلنا في البداية لما عرفنا القرآن أنه المعجز. نعم. جميل. وقلنا رح نتركها، جاء وقتها الآن نعم. يعني هكذا بسؤالك اللطيف هذا، أنه القرآن معجز وبالتالي هو الخالد. خالد أولا. ثانيا لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. ها هو القرآن نزل من قبل أكثر من 1400 سنة، وما يزال شابا، وما يزال غضا، ما يزال فتيا، ما يزال يقرأ. الآن صلينا التراويح اليوم وأمس وهذه الأيام المباركة، فنستمع للقرآن كأنه يتنزل اليوم. القرآن فيه معلومات ما في أحد يعني استطاع أن ينقضها. طبعا في ناس يفترون، في ناس يكذبون، في ناس يعني بيطلعوا على صاحبنا هذا التيك توك وعلى غيره وعلى أشياء أخرى، وبصير يقول لك القرآن محرف، القرآن في كذب، القرآن ليس بليغا. نقول له تعال بس فهمنا، احكي لنا وين، يعني ضع يدي على الجرح اللي بتزعمه. بيجي بيفتري مسألة معينة، بقول له طيب خلينا نتفاهم، تعال اجلس أمامي وخلينا بالمنطق، يعني خذ وأعطي. أما أنت يعني بدك تسوق بضاعتك أو كلامك هكذا بدون دليل ما بنفع. يعني والقضايا إذا لم يقم عليها أدلة أصحابها أدعياء، وهيك المنطق بيحكي. صح. فهؤلاء الذين حاربوا الإسلام والقرآن تحديدا قديما وحديثا، من أعداء الدين أو من المتسمين بأسماء المسلمين، العجيب والغريب انه بيجيك واحد اسمه محمد او محمود او مصطفى او سعيد او حسن او كذا الى اخره، وبصير يعني يطعن في القرآن باسلوب ماكر، باسلوب خفي، باسلوب غير مباشر، بده يستهوي الناس لهذه الامور. بقول لك القرآن مثلا ما بقول عن الجهاد انه مثلا في جهاد، لا ايش الجهاد هذه موضة قديمة، الان ما في من هذا الكلام. ويأتي بقول لك مثلا القرآن ما بأمر المرأة بأن تتحجب مثلا، بل بيجيب لك هيك بعض، ويأتي ويحرف الكلام عن موضعه ويبدل ويلبس وأحيانا الناس بتحب مثل هذا الكلام. يعني تعال واحد قل له والله هذا الدين ما في صلاة، يا سلام هذا اللي بدنا إياه. والمرأة يقول لها ما في حجاب، هذا اللي بدنا إياه. فيلبس على الناس دينهم، يعني يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا لأنه يوافق هوى عندهم. وطبعا يعني حزب الشيطان حزب فعال شغال، بيشتغلوا آناء الليل وأطراف النهار، وإحنا مساكين. يعني إن شاء الله أن نكون جميعا من حزب الرحمن سبحانه وتعالى. معظمنا نايم وكسلان وهكذا. بيجيني الشيخ محمد بقول لي تعال نطلع لنا تيك توك هيك ساعة زمان نعظ الناس، وبقول له خليها بكرة ولا بعد بكرة للأسف يعني. بينما تجد من الآخرين إقبال وبسرعة ونشاط. وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالفكرة أنه القرآن معجز، أنه باقي إلى يوم القيامة، أنه لم يستطع أحد إلى الآن أن يأتي بمثله. يعني هؤلاء اللي بيقولوا القرآن مثلا غير فصيح، نقول له طيب أنا بدي أمشي معك كما يقال خطوة خطوة. الآن جيب لي نص أبلغ من القرآن وأفصح منه. طبعا في ناس حاولوا، وفي يعني حتى طلعوا كتاب سموه الفرقان، وقالوا فيه 70 سورة. والله يرحمه شيخنا الحبيب الدكتور صلاح الخالدي كان عمل كتاب في الرد عليهم، كتاب قوي يعني ما شاء الله بالمنطق والحجة والبرهان. وإحنا بنقول لهم مثلا أنتم بتزعموا أنه هذا اللي أتيتم به كلام مثل القرآن أو كذا في الفصاحة والبلاغة. طيب الآن لا أنا بدي أحكم ولا أنت بدك تحكم، بدنا نجيب واحد حيادي، هيك المنطق بيقول، نجيب واحد حيادي ليحكم بيننا، ليرينا أنه هذا الكلام الذي تقولونه فعلا أبلغ من القرآن ولا لا. قديما أيام الشعراء الأقوياء لما كانوا يتبارزوا في الشعر، يعني في الإمام الخطابي أظن في رسالة إعجاز القرآن روى قصة جميلة عن امرئ القيس
وواحد ثاني من أصحاب المعلقات الآن لا أذكره، امرئ القيس من جهة والثاني هذا التقوا، فقال له أنا أشعر منك، قال له لا أنا أشعر منك. طيب ما بصير، ما هو في كل واحد فينا بحكم لنفسه أنه هو الأحسن. يعني هسه لو في معنا 1000 واحد وبنقول لهم مين أحسن واحد، كلنا بنرفع ايدينا أنا أحسن واحد وأنا أحسن واحد. لا، مش هيك الأمور. مش أنا اللي بحكم على نفسي، أنت بتحكم علي، أو يعني في شخص حيادي بيحكم علينا جميعا. هيك الميزان، يعني نرجع للميزان. الميزان ما حد بيختلف إنه الميزان هذا يفصل بيننا. طيب مين في بليغ فصيح كذا من الناس، إكس من الناس بيجيبوا إكس هذا يحكم بيننا. فحكم بين امرئ القيس والآخر، قال والله أنت كلامك ممتاز رائع بس في عيبين ثلاثة، والآخر كلامه رائع ممتاز بس. فحكم لأحدهما. وإحنا بنقول له هي هذا القرآن موجود، وعلماء البلاغة والفصحاء والبلغاء من المسلمين وغيرهم، حتى غير المسلمين. ترى بالمناسبة في عدة كتب شهادات غير المسلمين في حق القرآن، الشهادات المنصفة، ليس الشهادات ايش نسميها المعوجة او المنحرفة، لا، اناس منصفون سمعوا القرآن او قرأوه وقالوا عبارات. في كتاب جميل اسمه قالوا عن القرآن لعماد الدين خليل، العالم العراقي. ولذلك انت بس تخلص من هذا، بس تخلص قراءة هذا الكتاب ان شاء الله على خير. إن شاء الله. كتاب قالوا عن القرآن، تعرف لما تقرأ منه بعض المقاطع حقيقة انها جميلة جدا. يعني في مستشرقة ألمانية ومستشرقة أمريكا ومستشرقة وهكذا ناس كثيرين قالوا عن القرآن لعماد الدين خليل. فهؤلاء المنصفون شهدوا للقرآن بأنه الكتاب العظيم الذي لا يدانى ولا يجارى ولا يبارى، وأنه المعجز. الناس الآخرين الآن يعني بنقول له أحد أمرين: أنت عندك استعداد لأن تتقبل، ولا مسكرة معك ومقفلة زي مشركي مكة؟ إن كان من النوع الثاني هذا يعني الكلام معه تضيع وقت. إذا كان من النوع الأول، يعني ربنا عز وجل قال قل تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولاحظ كيف يعني في القرآن حقيقة لما يتكلم عن المشركين أو معهم، إيش بقول لهم؟ بقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في إنصاف أحسن من هيك؟ في إنصاف أكثر من هيك؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى، يعني الآن أنا طبعا أزعم إني على هدى، وأنت تزعم أنك على هدى، وفلان من الناس نحن نزعم أنه ليس على هدى، ولكن الحكم مش إلنا. لاحظ كيف ربنا قال يعني هي نتفق وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خلينا نيجي ونحط ميزان فيما بيننا ونلجأ إليه لنحتكم إليه ليظهر من المنصف من المصيب من المخطئ وهكذا. دكتور، مع عظمة القرآن الكريم هذا في آداب يجب أن مراعاتها، حتى يجب نلقي أن الضوء عليها. يعني ما شاء الله القرآن شفيع وكل هاي العظمة، لازم نتعامل معاه كويس. بطريقة مناسبة. طيب يعني معناته منير ناولني الكتاب، كتاب آداب القرآن. خلينا يعني بما أن الشيخ محمد فتح لنا هذا الموضوع، وهو موضوع شيق وجميل وطيب، وينبغي فعلا على من يقرأ في القرآن أن يتأدب بالآداب. هذا كتاب أنا ألفته قبل 10 سنين تقريبا، آداب أهل القرآن مع القرآن وأهله. كتيب صغير يعني حوالي 80 صفحة صغيرة، أقل حتى 70. يعني طبعا هو ليس الكتاب الوحيد المؤلف في هذا الجانب، في كتب أخرى كثيرة مؤلفة في كيف يتأدب المسلم عندما يتعامل مع القرآن الكريم. إذا كان إحنا لما يكون مثلا في كتاب جاءنا من ملك البلد أو كذا أو ما أشبه، نتأدب معه، ولما بدنا نقرأه ولا لما بدنا نحتكم إليه مثلا نتعامل معه بأسلوب لائق. وكذلك كتاب ربنا يجب علينا أن نتأدب ونحن نتعامل مع القرآن الكريم. أنا في هذا الكتاب قسمت آداب التلاوة إلى ابتداء 3 أقسام: ما قبل التلاوة، أثناء التلاوة، ما بعد التلاوة. وبعدين تكلمت عن آداب متعلم القرآن وآداب معلم القرآن وآداب المستمع إلى القرآن. يعني لاحظ كيف هذه كل واحدة منها. أنا طبعا الآن يعني الوقت لا يتسع أن نتكلم بكل شيء، بدي أخذ من كل واحدة نقطة. الآن مثلا ما قبل التلاوة. ما قبل التلاوة من الآداب أنه أنت تتهيأ للتلاوة. كيف اللي بده يقابل مسؤول كبير وكذا بتهيأ، بزبط أموره، لا يهجم على الأمر هجوما. وكذلك أنت تريد أن تقرأ القرآن تهيأ نفسيا، تهيأ جسديا الطهارة، مكانيا يكون في مكان لائق مناسب، ما يكون في مكان يلهي يشغل عن قراءة القرآن.
طبعا يعني هذا الأدب الآن بده يسوقني لمسألة أنه بيسألوا بعض الناس بيقولوا أنا مثلا في محل تجاري بائع مثلا، والناس في ساعات معينة ما في حركة بيع وشراء كثيفة، فأمسك القرآن وأفتحه وأقرأ فيه. بدخل الزبون بيطلب شغلة، فأنا بضع علامة حيث وصلت مثلا، فبناوله هذا الشيء وبخرج برجع بقرأ. هل هذا يتنافى مع أدب التلاوة؟ أنا بقول هو ليس الشيء الأمثل، ولكن شيء جميل. شيء جميل إن نرى البائع في محله، أو مثلا الراكب في الباص، في وسيلة المواصلات، في المترو، في غيره، بيفتح المصحف يقرأ فيه. في أي مكان ينتظر، في عيادة، في مكان ينتظر موعدا مع أناس كذا، فيفتح من المصحف، سواء كان المصحف الآن الحمد لله متاح على الموبايل وكذا، فيقرأ فيه. وإن كان المكان ليس مناسبا تماما، ولكن يكسب وقته، يكسب وقته بدل ما يصفن أو يصير يطلع في الناس ويصير يوزنهم، هذا طويل، هذا قصير، هذا حلو، هذا بشع، هذا مدريات. يعني هيك الناس أحيانا تفعل. يعني هو راكب في المترو مثلا بصير يعد كم ضوء، كم مدري كم واحد نزل، كم واحد طلع. لا لا، اشتغل لك في يقرأ لك مثلا نصف جزء، جزء، سورة، سورتين، وهكذا. أنا مرة دخلت على في رمضان مثل هذه الأيام المباركة، دخلت على بائع في الصبح يعني ساعة مبكرة، فوجدته يقرأ في القرآن. وطبعا أنا انتظرت يعني حتى هو وصل لنهاية آية مثلا، فالتفت تفضل كذا، قلت له أعطيني. أنا الآن قلت بدي أحكي له كلمة كويسة، يعني بدي أشجعه. فبعد ما اشتريت منه كذا قلت له أنا يعني أكبر فيك هذا الأمر، هذا السلوك، أنك تقرأ القرآن الآن في المحل. فبقول لي بتعرف أمس، بقول لي هو إنه أمس واحد دخل علي هيك وقال لي لا، لا تقرأ قرآن، أنت الآن في سوق وفي بيع وشراء، ولا يليق أن تقرأ القرآن. قال انقبض قلبي، وشعرت إنه في، طيب أنا معي ساعة ساعتين ما فيها زباين كثير، ليش ما أكسب الوقت وأقرأ؟ قلت له لا لا اقرأ، قلت له على مسؤوليتي، خذها مني فتوى وبصمة كمان، اقرأ واكسب الأجر على هذه القراءة بإذن الله تعالى، بدل ما يضيع وقت وكذا. في يختم له ختمة يعني في خلال شهر رمضان مثلا بهذه الطريقة. إذن هذا من آداب ما قبل التلاوة. من آداب أثناء التلاوة نفسها ال الانسجام، الانسجام مع التلاوة. يعني أنت كن وأنت تقرأ هكذا متفاعل مع يعني ادخل في الجو، اللي هو مفتاح للتدبر. تدبر في معاني الآيات، تفكر فيها، عيش أجواء الآيات قدر ما تستطيع أثناء التلاوة. وهذا هكذا كان السابقون، يعني الواحد منهم لما يكون يتلو منسجم مع التلاوة أحيانا يرن تليفون وناس ينادي كذا، لا خلص هو في عالمه كأنه منعزل عمن حوله. وهذه درجة احنا يا ريت نستطيع أن نوصلها، أحيانا نحاول ولا نستطيع. ما بعد التلاوة الآن، ما بعد التلاوة في عندنا أمور كثيرة، منها مثلا العمل بالقرآن، التخلق بإخلاق القرآن، السير على منهج القرآن. الآن بالنسبة لآداب الاستماع مثلا، ربنا عز وجل ماذا قال في الآية اللي في سورة الأعراف؟ قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا وأنصتوا. إذن في عنا استماع، وفي عنا إنصات، وفي عنا قبلهم سماع. يعني في عنا 3 درجات: سمع، استمع، أنصت. أقلها السماع. يعني الآن وأنا هيني على التوك توك مثلا، في ناس بسمعني يعني إيه، مرور عابر شافني ما عجبني، ما عجبه شكلي كذا، ما عجبه كلامي، بأصبعه هيك بقلبني أقع على ظهري، بس ما بتأثر إن شاء الله. فعادي هذا سماع يعني غير قاصد. يعني وأنا ماشي برضو، أنا جاي لعندك الآن قبل قليل، سمعت مثلا الإمام بصلي في المسجد في صلاة التراويح، سمعته، ليس استمعت له، سمعته، يعني عابر، لم أقصده. الأذان لما يأذن من اسمعه. طيب هذه الدرجة الأولى. الآن في القرآن مش مطلوبة، مطلوب الدرجة الأعلى اللي هي استمعوا. يعني استمع يعني اقصد الاستماع، اقصد أن تستمع. الآن لما أتكلم معك بالتليفون أستمع، لما أستمع للمدرس في الجامعة مثلا أو في كذا، أو بفتح على فيديو معين أريد أن أتابعه، هذا استماع وليس سماع. الدرجة الأعلى منه إنصات. الإنصات يعني التركيز، بعد أن تستمع أنصت. ولذلك ربنا عز وجل قال استمعوا، يعني هذه المرحلة الأولى، استمع يعني ركز في الإنصات، اجعل نفسك وهكذا وأنت تستمع للآيات منصتا لها. إذن هذه من آداب الاستماع. الآن من آداب المتعلم والمعلم بدنا نذكر واحدة فقط أيضا لكل منهما. بالنسبة لآداب المتعلم، أن يكون مقبلا متأدبا مع شيخه الذي يعلمه القرآن، يستجيب له. مثلا قال له اليوم الدرس بدنا يكون مثلا 10 آيات، ماشي
كما تريد 10. يعني بعض الناس يجادلوا لا بدي 20 بدي 30 أنت يعني مثلا، أو لما يوجهه يقول له مثلا أعطي الغنة هنا حقها، بقول له إيش غنة هلكتني مثلا، فيكون غير متأدب. يعني من آداب متعلم القرآن إنه يكون في التعامل بين المعلم والمتعلم في اللباقة اللائقة بأجواء القرآن الكريم. في الجهة المقابلة من آداب المتعلم أن يحتمل الطلاب، يحتمل طلابه. أحيانا في طالب مشاكس، في طالب يتأخر، في طالب تعلمه بطيء مثلا، يعني بلقنه الكلمة بتردد فيها، تصعب عليه. وبهذه المناسبة تذكرت الآن، يعني كان عندي طالب قبل سنوات ليزلقونك ما استطاع أنه يقرأها. وصلنا لسورة القلم، وصلنا عند قوله تعالى ليزلقونك، فهو ما بتيجي معه، خلاص قفلت يا رجل كذا. طيب الآن عملت حيلة، أنا قسمت ل3 مقاطع، قلت له ليزلقونك قطعها، امسك السكين، مسك السكين قطعها. طيب ليوز زبطت، لقو زبطت، نكا زبطت. قلت له جمعها على بعض، ما استطاع ولا زبطت معه. حاولت معه قدر ما استطيع يعني، وتخرج من هذا الفصل وهو مش قادر انه قلنا له على الفصل الجاي ان شاء الله تزبط مع مدرس غيري. انا حاولت معه قدر ما استطيع. فمن آداب المتعلم انه يحاول ان يستوعب المعلم، عفوا، انه يحاول انه يستوعب هذا المتعلم ويوجهه ويرشده ويعطيه يصبر معه قدر الامكان. وهكذا كان علماؤنا السابقون رضوان الله تعالى عليهم. رضوان الله عليهم. دكتور، بما ان احنا في شهر رمضان وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى، ايش الفوائد اللي ممكن نستفيد منها؟ كويس. يعني غزوة بدر هي أول معركة في الإسلام، كانت معركة فاصلة ومعركة متميزة، وورد الحديث عنها في سورة الأنفال. ورد حديث في سور أخرى في آل عمران، وفي كأنه في سورة أخرى هكذا لماما عرضا. أما الكلام الرئيسي عن غزوة بدر كان في سورة الأنفال. والشيء الجميل أنه سورة الأنفال اسمها الأنفال. طبعا في بعض العلماء قالوا اسمها سورة بدر، ما صحيح، موجود هذا الاسم، ولكن الاسم الأشهر لها سورة الأنفال. شو يعني الأنفال؟ الأنفال يعني الزيادة، نفل، هذا شيء نافلة زيادة. ولاحظ معي الجماعة اللي بيتابعونا أو اللي يعني بيسمعوا أو بيستمعوا، حسب أنت مستمع أو سامع، هكذا مرة عرضا بنا فأعجبك بعض الكلام فقد يجرك قليلا لتستمع لتتمته. احنا الآن المعتاد لما واحد بده يألف كتاب أو بده يحكي عن موضوع بيبدأ فيه من أوله، بقول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن قافلة لأبي سفيان أو لأهل مكة بقيادة أبي سفيان عائدة من الشام، نريد أن نخرج لملاقاتها، من يخرج؟ هيك بدأت القصة مثلا، وبيبدأ يسردها. لا، سورة الأنفال لما تكلمت عن غزوة بدر تكلمت عنها بالمقلوب، بالعكس، بدأت من الأخير. إيش هو الأخير؟ الأنفال. يسألونك عن الأنفال، هكذا بدأت. طيب الآن إيش يعني يسألونك عن الأنفال؟ ما حكمها؟ الآن كانوا في الجاهلية في عندهم نظام معين للغنائم، هذا النظام ما بنفع. إحنا في الإسلام تزبط هذا وأحسن. فبدأوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم هذه الأنفال، الأموال التي حصلت. إذا لاحظ كيف الحكي أو الكلام عن هذه الغزوة بدأ بالعكس، بالقلب مقلوب، بدأ بالأخير بالنتيجة. يسألونك عن الأنفال. الأنفال متى جاءت؟ بعد النصر. يعني الكلام لما الرسول عليه الصلاة والسلام حارب هو والمسلمين في غزوة بدر وانتصروا، كأن كل شيء انتهى، فجاءت الأنفال، فالله عز وجل يخبرنا عن الأنفال مباشرة. أول شيء يخبرنا عنه الأنفال، يعني صارت غزوة وصار في نصر وجاءت الأنفال. فكان آخر مشهد من القصة هو أول مشهد عرض علينا في هذه السورة. ولذلك هذا لما نحن نقرأ قراءة سورة الأنفال قراءة تأملية تدبرية، كيف أنه بدأ من المشهد الأخير وبدأ يكلمنا بعد ذلك عن أحداث هذه المعركة. الآن معركة بدر يعني عجيبة. طبعا المسلمين خرجوا ليس من أجل الحرب معركة، خرجوا من أجل القافلة كان فيها 30 رجل، المسلمين اللي خرجوا 300، يعني 1 مقابل 10. فمتوقع أنهم يمسكوا القافلة بكل سهولة، ينتصروا عليها ويأخذوها غنيمة باردة. ولكن الله لم يشأ هذا. الله لا يريد أن تحصل أول مواجهة بين أهل الشرك وأهل الإيمان أن تكون بهذه البساطة. فالقافلة نجت بقدر الله،
والمسلمين خرجوا من المدينة وصاروا بعيدين عنها نسبيا، قريب من منطقة بدر، والرسول بدأ يستشيرهم ماذا نفعل. وأهل مكة خرجوا حوالي 1000 واحد يريدون أن يحموا القافلة أو أن يحموا هيبة أهل مكة. الرسول استشارهم لأنه فيهم مهاجرين وفيهم أنصار. الأنصار كان حسب الاتفاقية أنهم يحمون الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، إحنا الآن خارج المدينة، يعني كان بإمكان الأنصار يقولوا يا رسول الله لا علاقة لنا، دبر حالك وبرجعوا مثلا، ولكنهم كانوا مهذبين. والأنصار ربنا امتدحهم في الآيات الكريمة اللي في سورة الحشر واللي في سورة التوبة وغيرها. فقال أشيروا علي. الرسول عليه الصلاة والسلام بده يسمع منهم، يعني يريد أن يطمئن إلى معنويات هؤلاء 300 تقريبا. فتكلم أبو بكر وأحسن، وتكلم عمر وأحسن. يعني أنتوا أبو بكر وعمر مفروغ منهم، من المهاجرين من أوائل المسلمين، يعني معروفين موقفهم معروف. قال أشيروا علي أيها الناس. فالآن في سعد بن معاذ فهم القصة، أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع من الأنصار، خلص المهاجرين مضمونين. فرفع يده كأنه كذا وطلب الكلمة، قال يا رسول الله كأنك تقصدنا. قال نعم، أنا يعني أريد أن، يعني 300 هذول أنا الآن لا أذكر كم كان فيهم من الأنصار، وكان يعني لو فرضنا نص بنص، نص مهاجرين ونص أنصار، لو تخيلنا أنه الأنصار رجعوا بقي 150، يعني برضو عدد قليل جدا. فسعد بن معاذ هذا الصحابي الجليل الكريم صاحب المواقف المميزة، أنطقه الله عز وجل بكلام طيب وكلام خير. قال يا رسول الله انظر إلى هذا البحر، طبعا بدر قريبة من البحر، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته، نزلت في المي لنزلنا معك، لخضناه معك ولا نبالي. امضي يا رسول الله لما أمرك الله فنحن معك، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. وقال له العبارة المشهورة، قال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنما معكما مقاتلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من سعد بن معاذ أحد قادة الأنصار أعجبه ذلك، ودعا له بخير واستبشر وقال إذا أبشروا أيها الناس. وبدأت المعركة. الآن في المعركة الله عز وجل، أنا يعني في لكلمة يعني هكذا استنتجتها من أحداث معركة بدر، بقول غزوة بدر الله عز وجل أرادها وأدارها. أرادها وأدارها. الإرادة أرادها الله، لم يردها. أهل مكة كانوا يريدون أن تحصل، ولكن لينتصروا ليقتلوا المسلمين، ولكن هذا لم يحصل، حصل العكس وأدارها الله. يعني هذه المعركة إدارة إلهية. ولذلك إيش قال ربنا عز وجل مثلا ليقطع ليحق الحق بكلماته، قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال وتودون أن غير ذات الشوكة اللي هي القافلة أن تكون لكم. وبعدين قال مثلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال وإذ يريكموهم إذا التقيتم. يعني حتى العين، الآن الإنسان بكذب عينه. يعني الآن لما يجي واحد يشهد في المحكمة يقول والله رأيته بعيني، يعني في أكثر من هيك. ربنا قال لترون الجحيم، لا ترون الجحيم، يعني لما تراها خلص يعني انتهى. هذا قمة يعني نحن الآن نسمع، أول شيء نسمع عن الشيء ثم نسمع الشيء ثم نرى الشيء، 3 درجات. أنا مثلا بقول لك والله سمعت عن فلان، معلومة ضعيفة. بعدين بقول لك سمعت صوته، المعلومة صارت أقوى. ولكن لما أقول لك رأيته بعيني خلاص، يعني أنا بالنسبة لي لا مجال أن أشك في الأمر. هذه الرؤية هذه التي هي يعني أقوى درجات العلم، الله عز وجل جعلها بشكل أو بآخر غير حقيقية، للمشركين نحو المسلمين وللمسلمين نحو المشركين. ربنا عز وجل إيش قال إذ الآية ولو توعدتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى عن حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فالمشركون يرون المسلمين أقل من عددهم، يعني واحد بيقول إنهم يعني حوالي 100، والمسلمون يرون المشركين أقل من عدد. المشركين كانوا حوالي 1000، المسلم بينظر بيقول 1000 أنو 1000، لا هذول مئات، عدة مئات قليلة. ليه؟ ليتجرأوا عليهم. ولاحظ أنه هذا التغيير في حقيقة الرؤية شيء من يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وشيء يعني ممكن أختم به الكلام عن بدر الذي يتعلق بالملائكة. الملائكة ربنا عز وجل قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم
فثبتوا الذين آمنوا. هذه أول معركة بين الإسلام والكفر. إذن لابد من وجود الملائكة وليثبتوا المؤمنين ويعينوهم. المؤمنون يعني من حيث العدد والعدد، عدد وعدد، عدد أقل وعدة أقل. يعني أي واحد نجيب أي الآن خبير عسكري استراتيجي كذا، محلل سياسي عسكري، قل له 300 في مقابل 1000، وال300 معهم فرسين وهذلاك معهم 200 فرس، 200 هذول معهم 70 بعير المسلمين، وهذلاك معهم كانوا 3000 بعير والدروع أقل والسيوف أقل وكل شيء أقل، حتى يعني واضحة. يعني هو أي واحد الآن بده ينظر إلها بقول لك هذه مذبحة للمسلمين، نتيجتها واضح، مذبحة للمسلمين. ولذلك هو أبو جهل وغيره لما عتبة بن شيبة وكذا وشيبة بن ربيعة لما قالوا اهجموا على كانوا متوقعين خلال ساعة زمان يقضوا على المسلمين ويروحوا وهم منصورون، ولكن الله لا يريد هذا. يريد لهذه المعركة أن تكون أول معركة، أول لقاء بين المسلمين والمشركين، أن تكون لصالح المسلمين. تخيل لو أن المسلمين انهزموا في بدر، الإسلام كان سيتراجع إلى الخلف شيء كثير وكبير جدا. وبالتالي من هنا يعني معركة بدر وجود الملائكة فيها لتثبيت المؤمنين. وتخيل يعني أو تأمل في العدد، عدد الملائكة كم في سورة بدر. في سورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000. ليش 1000؟ ليش مش 100؟ لا، 1000 على عدد المشركين. المشركين 1000 إجاكم 1000. لو كانوا المشركون 100,000 كان إجاكم 100,000 على عدد المشركين. 1000 مقابل 1000. طيب ونحن المسلمون، قال أنتم المسلمين بس اطلعوا انظروا، بس أنتم احتياط، المسلمين خليكوا احتياط، و1000 من الملائكة في مقابل 1000 من المشركين. طيب هل 1000 من المشركين بحاجة ل1000 من الملائكة؟ لا، ممكن 10، ممكن واحد، ملك واحد ممكن يكفيهم. ولكن الله عز وجل لزيادة طمأنة قلوب المؤمنين في أول مواجهة يعني أعطاهم هذا الرقم الكبير من الملائكة ليثبتوا المؤمنين. وحصل ما حصل من نصر مبين وفتح عظيم للمسلمين. فمعركة بدر حقيقة يعني فرصة كبيرة جدا لأن يعني نقوي إيماننا ونثق بالله سبحانه وتعالى. دكتور، بالحديث عن علوم القرآن، ما هي أهميته في فهم القرآن وتفسيره؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة أخرى بعد استراحة. أهمية علوم القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم مهمة جدا. يعني العلماء يقولون أن علوم القرآن إنما وجدت لخدمة علم التفسير، وعلم التفسير بالنسبة لنا هدف وغاية. يعني الله عز وجل لما أنزل كتابه أنزله ليفهم وليعرف وليتدبر وليقرأ بوعي، وليس مجرد يعني قراءة هكذا بدون فهم. فالآن علوم القرآن مثلا في منها مباحث ما يتعلق بأسباب النزول، ومنها ما يتعلق بالنسخ، منها ما يتعلق بفهم الكلام عموما، يعني مثل العام والخاص، هذا اللفظ عام ولا خاص، محكم ولا متشابه، مطلق ولا مقيد. وبالتالي الإنسان عندما يتعامل مع علوم القرآن الكريم ابتداء هي تمهد وتهيئ هذا الشخص لكي يكون فاهما لكلام الله سبحانه وتعالى. الآن عندما ننظر إلى المفسرين الذين ألفوا كتبا في التفسير، هم يعتمدون على علوم القرآن الكريم لتكون ممهدا وبساطا ليفهموا من خلالها النص القرآني. الآن في بعض الناس دخلوا إلى عالم التفسير بدون هذه الممهدات، فأخطأوا أخطاء شنيعة وكبيرة، وأتوا بشيء من يمكن نسميه العجائب. يعني أنا الحمد لله عملت أكثر من دراسة عن التفاسير المعاصرة، والمعاصرة تحديدا، دعك من القدماء غالبا الذين ألفوا في التفسير كانوا من العلماء، ولكن من المتأخرين ومن المعاصرين في أناس دخلوا إلى عالم التفسير بدون الأدوات اللازمة، منها علوم القرآن الكريم ومنها علوم اللغة. فبدأوا كما يقال يخبطون ويأتون لنا بمعان غريبة وبعيدة. وأحيانا إذا صار في تواصل مباشر معهم تحاول أن تقنعهم، بقول لك يا أخي أنت كيف تريد أن تمنعني عن أن أفهم القرآن؟ بنقول له لا، مش هيك، ولكن فهم القرآن له أدواته وله وسائله. فأنت إذا تريد أن تفهم القرآن ينبغي عليك أن تأخذ بهذه الأدوات، يعني هذه لم توضع عبثا. نحن في علم اللغة العربية وفي علوم القرآن الكريم خدام، هذه العلوم كلها خدام لفهم القرآن الكريم. الآن من يريد أن يفهم النص القرآني، بعض النصوص القرآنية أحيانا يعني لا تكون واضحة وضوحا مباشرا أو جليا. يعني مثلا من الأمثلة قوله تعالى في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
هذه الآية أشكلت حتى على صحابي، فأرسل إلى ابن عباس سأله قال: يا ابن عباس، هذه الآية إن كانت على ظاهرها نحن جميعا سنعذب، لنعذبن أجمعون. فابن عباس رضي الله عنه قال له: يعني هذه الآية يجب أن تفهم مع سبب نزولها، وبالتالي معرفة سبب النزول يهم جدا في عدد من الآيات، يعني ليس كلها. ومثلها الآية اللي في سورة البقرة اللي هي قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واحد لما يقرأ هذه الآية أحيانا لا يفهمها على وجهها الحقيقي، بيقول: إيش يعني الباب؟ إيش علاقة البر بالأبواب؟ ما في صلة. صحيح ما في صلة من حيث المبدأ، ولكن سبب نزول هذه الآية أن الأنصار أو أهل المدينة حتى قبل الإسلام كانوا عندما يحجون، طبعا أيام الجاهلية كان في حج، كان هناك الحج ممكن نقول المحرف، والذي فيه أخطاء كثيرة، لم يكن على ملة إبراهيم الصافية. فكانوا يحجون، ثم لما يرجع من الحج لا يدخل إلى بيته من الباب الرئيسي، لازم إما يعمل حفرة أو خرق في جدار بيته الخلفي ويدخل منه. ليه؟ لأنه بقول: أنا تحجيت، الآن تغيرت لم أعد بعد الحج كما كنت قبل الحج، إذن كيف بدي أدخل من باب البيت الرئيسي؟ لا، لازم أدخل من باب خلفي، أو ينقب نقبا من فوق بيته من السقف، يعني طبعا ينقب نقبا ينزل منه بعدين يغلق فيما بعد. فهذه طبعا طريقة معوجة في التفكير، ولكن كانت موجودة عند الناس. وأحيانا يعني عقائد الناس المنحرفة تؤثر فيهم كثيرا في سلوكياتهم. يعني في بعض الدول الآن في العالم في عندهم في عقائدهم أشياء عجيبة جدا، ولكن بالنسبة لهم مسلمات. السجود للأصنام مثلا، يعني أنا زرت بعض الدول الآسيوية، دخلنا إلى معبد من المعابد فيه البخور والطعام وكذا ومدري والأصنام، والناس تأتي لتسجد للصنم. يعني نحن الآن في القرن 21 ونجد الناس يفعلون مثل هذه الأمور يعني غير العقلانية ممكن يقول، ولكن هي بالنسبة لهم معتقد ديني ويعدونها أنها هكذا ينبغي أن تكون الأمور. شتينا شوي، نرجع إلى أهمية علوم القرآن في خدمة علم التفسير. يعني إنما وجدت ووضعت علوم القرآن هذه بفروعها المتعددة والمتنوعة، والتي أوصلها بعض العلماء إلى 100، يعني قالوا علوم القرآن 100 علم تقريبا، وسردوها. طبعا في بعضها علوم فرعية جزئية متداخلة كذا، ولكن من حيث المبدأ الذي يريد أن يفهم القرآن ينبغي أن يستعين عليه بهذين الأمرين: علوم القرآن وعلوم اللغة. كلاهما أساسي جدا وضروري جدا لكي يقبل على فهم القرآن واستيعابه بعد ذلك. دكتور، اللي هم القراءات من ضمنها؟ القراءات واحد من علوم القرآن فعلا. يعني أنت فتحت لنا الآن الأفق لنذكر مثلا هذا العلم من علوم القرآن. علم القراءات علم واحد من علوم القرآن الكريم، وهو العلم بكيفية أداء الكلمات القرآنية. والقراءات بتنقسم من حيث علاقتها بالتفسير من حيث المبدأ، خلينا نقول إلى 3 أقسام. قسم من الأوجه القراءة له علاقة مباشرة مؤثرة في المعنى، مثل مثلا ممكن نأخذ فتبينوا فتثبتوا، هو الذي يسيركم، هو الذي ينشركم، لنبوئنهم، لنثوينهم، وما أشبهها من اختلاف قراءات مؤثر في المعنى بوضوح. النوع الثاني مؤثر في المعنى ولكن بغير وضوح، يعني تأثيره في المعنى ليس واضحا، خفي، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدبر. مثل إيه؟ مثلا من القراء من يدغم، ومن القراء من يظهر. الإدغام والإظهار علاقته بالمعنى من حيث المبدأ يعني ما في، ولكن من يتأمل يقول: هذا الإدغام هنا له يعني يعطي رسالة، يعطي فكرة. أريد أن أذكر ما لك لا تأمننا على يوسف مثلا، فيها إدغام بنقرأها مع الإشمام، ما لك لا تأمننا مع الإشمام، أدغمنا. وفيها قراءة الاختلاس مع فك الإدغام، ما لك لا تأمننا. طيب يعني إيش، لماذا هذا الموضع الوحيد، هذه الكلمة الوحيدة التي اختلف فيها القراء، وذكروا أن فيها الإشمام وذكروا أن فيها الاختلاس؟ الآن علاقتها الخفية في المعنى ممكن أن نقول لأن إخوة يوسف لما ذكروا هذه الكلمة كانوا يريدون أن يخفوا أخاهم، يريدون أن يبعدوه عن أبيهم، يختلسوه يعني، فقرأت بالاختلاس لهذا المعنى. في كلمة أخرى مثلا في قراءة رواية قالون عن نافع، اليوم قبل قليل وأنا يعني قادم عندك سمعت الشخص يقرأ في سورة التوبة: أمن أسس بنيانه على جرف هير فانهار به في نار جهنم. عندنا قالون الراوي عن نافع بيقرأ كلمة هير، هار،
بيقرأها هير بالإمالة، الإمالة الوحيدة عنده في القرآن الكريم. طيب ليه؟ لماذا اختار هذه الكلمة ما اختار كلمة أخرى؟ أنا بقول إنه نظر إلى معناها. جروف هير، ما معنى هير؟ هير يعني ساقط، يعني وقع، فأمالها، لأنه الإمالة هي عبارة عن تقريب الفتحة إلى الكسرة والألف نحو الياء. فكأن قالون اختار إمالة هذه الكلمة لشيء عظيم، لشيء عظيم، وهو يريد أن يشير لنا إلى أن المعنى هنا فيه إمالة. ومثلا بعض الكلمات الأخرى التي ذكرها العلماء. فهذا الخفي. الثالث من القراءات الذي ليس له علاقة بالمعنى، ومثل صلة ميم الجمع مثلا، قصر المنفصل أو توسط أو إشباع، وغالبا يعني بعضهم بيحاول أن يجعله من القسم يعني بين القسمين، يراوح، قد يكون ليس له صلة بالمعنى أو إن كان له صلة خفية. والأمور الخفية هذه هي التي ممكن أنا أقول أبدع فيها العلماء. يعني في الأمور الظاهرة شيء ظاهر الكل يستوي فيه، ولكن لما تكون أمور خفية هنا يظهر من يبدع، من يتألق، من يتفوق في استنباط هذه المعاني. ولكن يعني ينبغي أن نكون على حذر نسبيا، لأن بعض الناس أحيانا يبالغون في هذه الأمور ويزيدون. هي بمقدار، لها مقدار معين إلى حد المقبول، إذا تجاوزت هذا المقدار تصبح في حد غير المقبول. وبالتالي يعني سحبتنا إلى الحديث عن القراءات من خلال سؤالك الجميل. الله يسلمك دكتور. بالنسبة دكتور للطلاب الذين يرغبون في التخصص في علوم القرآن، ما هي النصائح التي تقدمها لهم؟ جيد. الآن طبعا في عندنا بحمد الله تعالى حركة إقبال، و عدد كبير من الذكور والإناث، الكبار والصغار، العرب والأعاجم، يقبلون على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى باللغة العربية وبغيرها. يعني الحقيقة نهضة قرآنية بحمد الله تعالى واسعة وظاهرة جدا. حتى يعني بعض العلماء الأفاضل في هذا الوقت سموا هذا العصر العصر الذهبي للقرآن الكريم. يعني لاحظ الأعداد الهائلة الآن، منصات تعليم القرآن الكريم، تعليم التلاوة، تعليم التفسير، تعليم كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. في شيء كثير جدا، يعني موج هادر وريح عاصف نحو تعلم القرآن الكريم. الآن من يريد أن يتعلم القرآن الكريم ممكن نوجه له مجموعة من النصائح بإذن الله تعالى. أولها الهمة العالية، أن يكون صاحب همة عالية وإقبال واندفاع برغبة. الأمر الثاني التثبت. يعني هذه الهمة العالية أحيانا قد يكون الواحد لما يسير فيها يندفع بشكل كبير زيادة، وهذا الاندفاع ينبغي أن يكون في ضوابط معينة. أن يتثبت من المعلومة، أي معلومة من المعلومات التي تقال له لا يأخذها على إطلاقها، ينظر ويتأمل، هل هي ثابتة؟ هل هذا الحديث صحيح؟ هل هذه الرواية صحيحة؟ هل هذا الكلام ثابت؟ لأنه يتناقل أشياء كثيرة أحيانا وهي غير ثابتة. وأحيانا بعض الناس يبني على الشيء غير الثابت بعض المسلمات، يقول هذا سمعته من فلان، من حديث، من شيخ، من قارئ، من عالم، إذن هو ثابت. لا، ليس شرطا أن يكون ثابتا. ومن هنا يعني الاختلاف بين الناس في كثير من هذه الأشياء سببه عدم التثبت. وربنا عز وجل قال فتبينوا، يعني التبين، والقراءة الأخرى فيها فتثبتوا مطلوب منا. إذن همة عالية، تثبت، ثم يعني توسيع المعلومات. يعني اقرأ واقرأ وطالع وتعلم. يعني العلم، العلماء قديما قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. يعني تخيل كيف أنه هذه العبارة الجميلة، أعطي العلم كل وقتك، كل جهدك، كل طاقتك. ماذا سيعطيك العلم؟ بعضه. يعني من أحاط منا بالعلم ولا يمكن أن يحيط. ربنا عز وجل ذكر في الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. والشيء الوحيد الذي أمرنا الله عز وجل أن نستزيد منه قال وقل ربي زدني علما. يعني ليس المال ولا الجاه ولا السلطان ولا العمر، لا نطلب الاستزادة في هذه الأمور، إنما نطلب الاستزادة من العلم. ومع ذلك قال لنا في الآية الأخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ماذا حصلنا من العلم؟ أكثر الناس علما في جانب من الجوانب لن يكون عالما بكل شيء. يعني مصطلح الإنسان العالم ممكن نقول الموسوعي اللي بيعرف في كل شيء، هذا يعني من المستحيلات. ما في واحد يعرف في كل شيء، هو يعرف في جزئية. حتى الآن الناس بتتخصص في الدراسات العليا في جزئية دقيقة من علم من العلوم، وحتى هذه الجزئية الدقيقة قد يكون لها فروع
معينة فيتخصص في جانب فقط من هذه فيبدع ويتألق، ولكن ممكن تأتي لتسأله في علم آخر ويقول لك لا أعرف شيئا في العلم الآخر. هذا شخص يحترم نفسه ويعرف فعلا أن العلم هكذا يكون. أما من يأتي ويقول لك أنا أفهم في كل شيء وأعرف في كل شيء، يعني هذا مدعي ولا يمكن أن يكون صادقا. إذن يعني توسيع دائرة المعارف في العلوم القرآنية تقريبا يعني يحاول قدر الإمكان أن يحيط وأن يلم بها. من النصائح التي يمكن أن تنفع هي التدرج في العلم. يعني الإنسان لا يمكن أن يقفز مرة واحدة من أدنى السلم إلى أعلاه، يعني عرضة لأن يسقط فيتكسر فلا ينتفع شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أوغلوا في هذا الدين برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هذا الذي يريد أن يقفز من أدنى السلم إلى أعلاه. إنما العلم بالتعلم بدرجات، من الدرجة الأولى إلى الثانية ثم إلى الثالثة ثم إلى الرابعة، وهكذا يصل الإنسان إلى أشياء يعني ممكن أن تكون مفيدة ويبني نفسه. من يريد أن يلتهم العلم التهاما هذا سيضيع يعني، وحتى من يريد أن يبقى في وسط الطريق أيضا سيضيع. فلا هذا ولا ذاك يعني. والدين يعني الجميل فيه الدين والعلم معا، من يوغل فيه برفق ولين ويتدرج فيه يصل إلى البغية. أما من يأتي فيهجم هجوما هكذا يعني يريد أن يأخذ الأمر بما نسميه بالعامية المعابطة وما أشبه ذلك، هذا سيجد نفسه قد وقف في وسط الطريق ثم قد لا يستطيع أن يرجع فيبقى محتارا. فهذه مجموعة من النصائح لطلبة علوم القرآن الكريم. تمام. دكتور، كيف ترى مستقبل علوم القرآن في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم؟ يعني حقيقة يعني العالم الآن في التطور التكنولوجي الهائل جدا والمتقدم جدا والمتفرع فيه فروع كثيرة، ونحن لا نكاد نلحق يعني نلهث لهثا خلفها. وفي كل لحظة من اللحظات في شيء جديد، في شيء تطور، في تقدم. الآن ما يتعلق بعلمنا في علوم القرآن الكريم والتفسير في تقدم هائل جدا ونهضة أيضا يعني تابعة لهذا الأمر. ووجدنا من المتخصصين في علوم القرآن وفي التفسير وفي علم القراءات مثلا وفي التجويد من انتفعوا كثيرا من السوشيال ميديا والقضايا التكنولوجية والوسائل التواصل هذه، فأقاموا المنصات والتعليمية والدورات عن بعد وإعطاء الشهادات وإجراء الاختبارات وما أشبه ذلك. وعملوا مثلا وسائل تقريب العلوم من خلال مثلا دروس متتابعة عن بعد متدرجة، استخدام مثلا باوربوينت وأشياء كثيرة جدا حقيقة من معالم الانطلاقة العلمية الهائلة جدا. يعني أصبحت تعقد دورة الآن يسجل معك 5000 10,000 في إحدى منصات تعليم القرآن الكريم. أول ما افتتحت كانوا بتوقعوا المتابعين يكونوا بالمئات، فإذا بهم بمئات الآلاف بحمد الله تعالى. وتجد يعني بعض الأشخاص الدعاء المتقنين البارزين المحبوبين أصحاب الأسلوب الحسن وكذا، تجد له كم عدد من المتابعين والأشياء هائلة جدا وممتازة. فنحن بحمد الله استفدنا وانتفعنا من هذا. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا الجامع التاريخي للتفاسير، إذا يعني دخلت عليه ستجد فيه حوالي 150 تفسيرا مرتبة ترتيبا زمنيا، تستطيع أن تتتبع من خلال السورة أو من خلال الآية أو من خلال الكلمة. هذا زمان أنا أذكر يعني قبل عالم التكنولوجيا كله، لما كنت أريد أن أبحث عن معنى كلمة أذهب إلى المكتبة فأجد مثلا أمامي 40-50 تفسير، أفتح هذا على المجلد الأول صفحة كذا أفتحه أمامي، ثم التفسير الثاني الثالث الرابع أنثرها أمامي هكذا وأنسخ بيدي وأكتب. هذا كله الآن أصبح من الماضي السحيق والقديم. الآن أمامك هذه الموسوعة التي هي عبارة عن تفاسير كلها تتدرج فيها تفسيرا من الذي بدأ بالفكرة، كيف تطورت، من أضاف إليها، من نقلها كما هي، من لم يعلم عنها مثلا. وهذا كله فتح لنا آفاق يعني بحثية كبيرة جدا. ولكن مع ذلك يعني مع كل هذه التسهيلات، مع كل هذه العروض يعني ممكن نقول التي خدمت العلم، نجد يعني عند الناس أحيانا إحجاما عن العلم. يعني أنا مع طلابي مثلا أحيانا بقول لهم في عطلة نهاية الأسبوع أريد منكم أن تقرأوا مثلا تفسير 100 آية. كثير 100 آية يا شيخ خفف عنا كذا. طيب كم تريدون؟ 10؟
حتى العشرة مستكثرين بدهم آية واحدة فقط. مثلا يا جماعة نحن كنا أيام ما قبل هذا مثلا نأتي إلى الكتب ونقرأ ونراجع ونشتري ونبيع ونذهب ونسافر ونسأل يعني أحيانا الواحد كان يبحث عن حديث في مثلا في مسند أحمد قديما كانت الطبعة له تشبه المخطوطة، كانت في 6 مجلدات هكذا، تفتح الصفحة كأنها مخطوطة، ما في عناوين، ما في شيء ظاهر، وتجد من فهرس هذا الكتاب يقول لك رواه في الجزء الخامس مثلا صفحة 600، تأتي إلى صفحة 600 صفحة فيها حوالي 40 حديث، تبدأ تبحث عنه، ممكن تقرأ الصفحة 5 مرات حتى تجده أحيانا يعني يغيب عن نظرك، لأنك أحيانا بتكون متلهف على الشيء تبحث عنه فلا تجده. هذا يحصل مع الإنسان، أحيانا يكون يبحث عن الشيء وهو أمامه ولا يراه. الآن هذا كله من خلال هذه الموسوعات الحديثية، ومثل موقع الدرر السنية، وموقع مجمع الملك فهد لخدمة الحديث النبوي، وموقع الكنز، يعني مواقع كثيرة جدا حقيقة بحمد الله تعالى. إذا يعني الآن مع هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا بإذن الله تعالى الأمور ميسورة جدا لمن يقبل. المهم أن تقبل وأن تستمتع، يعني أن يكون إقبالك عندك الأمر الأول اللي قلته وهو الهمة العالية. الإنسان يكون عنده همة عالية ينطلق بها، ثم بعد ذلك تفتح له الأبواب بإذن الله تعالى. دكتور، ما هي رؤيتك لعلوم القرآن الكريم في العقود القادمة؟ وكيف يمكن للباحثين الشباب الإسهام في تطوير هذا المجال؟ يعني حقيقة الآن مرة أخرى النهضة القرآنية كبيرة جدا وعمت العالم الإسلامي كله. الجامعات التي فيها التخصصات القرآنية، حتى في جامعات اسمها جامعة القرآن الكريم، جامعة كلها خاصة للقرآن الكريم مثل الجامعة التي في السودان. وفي كلية القرآن الكريم كما في المدينة المنورة، ويوجد في مصر، ويوجد في الطائف، ويوجد في مدن أخرى، يوجد معهد القرآن الكريم، أقسام، قسم القرآن الكريم، تخصصات، وهكذا. الحمد لله يعني إقبال جيل الشباب على تعلم القرآن الكريم كبير، وهؤلاء فيهم الباحثون الجادون. يعني تجد الواحد منهم عنده إقبال على تعلم القرآن الكريم برغبة وبنهم وبشغف، ويريد مسألة معينة، يقول لك أعطيني مسألة من المسائل الشائكة عندكم لكي أحلها، لكي أبحث فيها. بالمناسبة يعني قبل رمضان بيومين ناقشنا طالبا في الماجستير، الحمد لله يعني كنت مشرفا عليه وأفتخر به. يعني هذا الطالب اسمه سعيد أبو الرشتة، كتب رسالة ماجستير عن سبب اختلاف القراء الكوفيين، قراء الكوفة 3 عاصم وحمزة والكسائي، لماذا اختلفوا مع أنهم ينتسبون إلى مدينة واحدة، إلى الكوفة؟ المنطق بيقول أن لا يختلفوا، أن يكونوا على طريقة واحدة. والطالب مسجل في جامعة الإسراء الإسلامية في ولاية مينيسوتا في أمريكا، في الولايات المتحدة، وناقشته لجنة علمية من أساتذة القراءات والبحث العلمي. وأنا أشيد يعني بمثل هذا الطالب، حقيقة الطلاب الذين يبذلون جهدهم ويقرؤون ويتابعون ويريدون أن يحلوا حلا لمشكلة معينة أو لظرف من الظروف أو أمر من الأمور. الآن فكرة مستقبل علم القرآن الكريم والتفسير أنا أتوقع أنه زاهر جدا. يعني أيضا مع طلابي هنا في جامعة قطر حاليا بحثنا في التفاسير المعاصرة. كم عدد التفاسير المعاصرة المطبوعة باللغة العربية الكاملة أو شبه الكاملة؟ الرقم يعني سألت هذا السؤال لكثيرين من الناس، بعضهم بيقول لي 30 40 50، قلت له بل أكثر من ذلك. قال لي 100، قلت له بل أكثر، قريب من 200، قريب من 200 تفسير في 70 سنة الأخيرة تقريبا. التفاسير شبه الكاملة، يعني في بعض التفاسير لم تكمل، يعني توفي مؤلفوها، مثل تفسير زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة رحمه الله تعالى، ومثل كذا الكلمات الحسان أو لمحمد عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وصل في أظن لسورة الأنبياء. أكثر من النصف نعده تقريبا يعني مع التفاسير الكاملة. وهذه التفاسير منها المختصر ومنها المطول، منها المتخصص، منها الذي هو لعامة الناس، منها الذي هو بهامش المصحف، منها ما هو حوالي 40 مجلدا. عندك موسوعة التفسير الآن موجودة من خلال موقع الدرر السنية، حوالي 40 مجلد أو لعلها أكثر، موسوعة سموها موسوعة التفسير. ويوجد مثلا مثل تفسير الدوسري تفسير كبير، مثل تفسير المغراوي في المغرب تفسير كبير. التفاسير اللي فوق 30 مجلد ألفها. يعني زمان كنا نقول كيف الإمام الطبري مثلا ألف تفسيره الكامل، الآن أصبحنا نجد تفاسير بحجم تفسير الطبري وأكثر لعلماء معاصرين.
فهذا كله يدلنا على النهضة الرائعة الموجودة، وهذه الحركة لم تتوقف، يعني هي ما تزال مستمرة بحمد الله تعالى، والمأمول لها أن تكون فعلا في ازدهار وازدياد بإذن الله تعالى. دكتور، بما أننا في شهر رمضان، هل ترى أن شهر رمضان يحمل أبعادًا خاصة لدراسة علوم القرآن وتأمل آياته؟ لا شك، لا شك، يعني ربنا عز وجل لما قال في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية تلفت انتباهنا إلى أن في علاقة وطيدة وثيقة جدا بين رمضان والقرآن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن مع جبريل في رمضان مرة، وفي السنة الأخيرة مرتين. لماذا رمضان تحديدا؟ لأنه شهر القرآن. يعني علماء المسلمين في سيرهم نقرأ عن سيرة الإمام الشافعي وغيره أنه كان إذا دخل رمضان يوثق صلته بالقرآن أكثر، حتى كان بعضهم يترك الكتب الأخرى ويترك الانشغالات الأخرى ويبقى فقط في الصيام والقرآن فقط، يفرغ في هذا الشهر نفسه للقرآن. وبالتالي شهر رمضان فرصة وموسم كبير جدا للناس أن يقبلوا على العلم القرآني ويغرفوا من معين القرآن، يتدبروا في الآيات، مثلا يقرأ في أحد التفاسير في أحد موضوعات القرآن الكريم وما أشبه ذلك، يتأمل يتدبر في المعاني. عندنا في صلاة التراويح يعني يكثر تلاوة القرآن واستماعه، في صلاة القيام، في التأملات القرآنية الكثيرة المنتشرة في مقاطع تيك توك مثلا، أو في الفيسبوك أو في الانستغرام أو في غيره من هذه الوسائل المتاحة والتي أصبحت يعني من الكثرة بمكان بحمد الله تعالى. هذا يعني يبين لنا أن هذا الموسم الرمضاني القرآني موسم كبير وعظيم جدا، وأي واحد منا يعني فعلا الثمرة التي يجدها في هذا الشهر الكبير في إقباله على القرآن ومدرسة القرآن أكبر بكثير. يعني بحمد الله، يعني وأنا شخص واحد من بداية الشهر إلى الآن كثير من الفعاليات القرآنية خلال هذا الشهر التي سواء شاركت فيها أو علمت عنها أو سمعت مجرد سماع عابر عنها، والتي لا أعرفها أكثر بكثير من ذلك. فهذا الشهر القرآني بحمد الله تعالى زاخر بالأشياء التي تجعل صلتنا بالقرآن من خلال الصيام أوثق بكثير. ولذلك يعني أنا أغتنم هذه الفرصة لعل يعني من يسمعنا في هذا اللقاء المبارك ينتفع منها إن شاء الله، يعني أن يحرص كل واحد منا على أن يقرأ القرآن في هذا الشهر الكريم مرات عديدة، يعني أضعف الإيمان مرة واحدة، ومن زاد إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 7 إلى 10 مثلا. والعبرة ليست بالكثرة، يعني العبرة أحيانا تكون بالتأمل وبالتدبر في معاني ما يقرأ. وممكن بعض الناس يقول طيب أنا يعني أريد أن أختم ختمة كاملة ولا أتدبر، يعني ممكن يقول لي حيرتني، بقول له لا لا، الأمر أسهل من ذلك. يعني اختم ختمة تدبر أو اقرأ، يعني خصص قراءة معينة وقت معين للتدبر، واجعل وقت آخر للقراءة التي هي قراءة الورد اليومي مثلا. فهكذا، وإذا في عندك حفظ معين مثلا لتثبيت الحفظ ومراجعته اجعل أيضا وقتا لهذا. يعني أي إنسان ينظم وقته يمكنه أن ينجز. دائما الإنسان المنظم الذي ينتبه ويقدم الأولويات ينجز إنجازات، بينما إذا كان إنسان فوضوي وتأتي 5 6 7 طلبات يقول أنا يعني تكاثرت علي الأمور ولا أستطيع أن أنجز شيئا، فيترك الجميع، وهذا إنسان يعني في النهاية فاشل. أما الإنسان مهما جاءني أنا من مثلا من مطالبات، من ملاحقات، من أمور، أرتبها وأنظمها حسب الأولويات وأعطي لهذا مقداره وهذا وقته وكذا، فأتمكن من إنجازها. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا في هذا الشهر الكريم مع القرآن الكريم، نعطيه من وقتنا أحسن الأوقات وأفضلها وأطيبها لننجز إنجازات بإذن الله تعالى. دكتور، في الختام، كيف يمكن تحفيز الشباب للاهتمام بدراسة علوم القرآن؟ والله أنا أظن كل هذا الكلام الذي قلناه تقريبا في هذا اللقاء أظن أن فيه التحفيز. يعني من المحفزات مثلا أن ما ورد في الفضل والأجر العظيم لقارئ القرآن. يعني مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، وفي رواية وارتقي يوم القيامة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فوق 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 في الأعالي. صاحب القرآن، نحن في المقطع الأول من هذا اللقاء لما تكلمنا قلنا من هو صاحب القرآن؟ قلنا الموافق المرافق، موافق للقرآن ومرافق له، يرافقه ويوافقه، إحداهما لا تكفي، لا بد من اجتماع الأمرين، موافق ومرافق للقرآن.
مرة وأنا بعطي يعني بتكلم عن هذا الحديث وأشرحه مع مجموعة من الطلاب، في واحد منهم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي. قال سهل. قال سهل، أنا باخذ نسخة من المصحف وأقرأ فيها. قلت له لا، ما في نسخ، ما في نسخ توزع على الناس، لأنه لو في نسخ توزع على الناس ويقال لهم اقرأوا واصعدوا الكل سيصعد، الكل سيصبح فوق. لا، الفكرة ليست هكذا. الفكرة اقرأ من حفظك، اقرأ من حفظك. ولذلك قال يقال لصاحب القرآن، والصاحب الموافق المرافق حافظ. فكلما كان المرء حافظا أكثر كلما صعد في هذه الدرجات أكثر، وكلما كان حفظه أمكن وأداؤه أجود كلما ارتقى أسرع. يعني في واحد ممكن في وقت قصير جدا يكون فوق في الأعالي، في واحد ما يزال في البدايات، صاحب مثلا الحفظ البطيء أو الركيك أو ما أشبه. مثل هذا الحديث النبوي يعني حافز كبير جدا لنا أن نقدم على تعلم القرآن وعلى حفظه وعلى الإقبال عليه. ومثلا في حديث أيضا آخر ممكن يكون فيه حافز كبير. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، حديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها تقول: عائشة: خرجت لقضاء مصلحة أو كذا ثم عدت إلى حجرتي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة في ذلك الوقت. قالت: وأنا في الطريق مررت بواحد من الصحابة يقرأ القرآن. قال: فيعني جذبتني قراءته، كان أداء جميل وقراءته طيبة. فتوقفت عائشة رضي الله عنها، ثم كأنها انتبهت إلى الوقت أو انتهى من القراءة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقال لها: يا عائش، أين أنت؟ تأخرت. قالت: الذي أخرني أني وأنا في الطريق جذبتني قراءة واحد من الصحابة. قال: من هو؟ قالت: لا أعرفه. طبعا الآن هي لما قالت هذه المعلومة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم في الأمر، قال لها: دليني عليه. فخرج معها فوصلت عند بيت سالم مولى أبي حذيفة، فعرفه مباشرة، عرفه من صوته أو من مكان البيت. قال لها: هذا سالم، سالم مولى أبي حذيفة. لاحظوا اسمه، سالم مولى أبي حذيفة، مولى من الموالي، يعني كان عبدا هو أو والده كان عبدا وأعتق. يعني هؤلاء في الطبقة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات في الطبقة الدنيا، ولكن سالما هذا لأنه كان من أهل القرآن ومن حفاظ القرآن ومن أهل الأداء الحسن في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه في هذا الحديث وساما عظيما جدا. قال: لاحظوا كيف هذا الحديث وهو حديث صحيح مرة أخرى، قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. لاحظوا من الذي يتكلم؟ الذي يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قائد الأمة، الحاكم، الحاكم في المدينة يقول هذه العبارة، يقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. من؟ المولى، مولى من الموالي. ما الذي رفعك يا سالم؟ الذي رفع سالم هو القرآن وتعلمه للقرآن وأداؤه للقرآن. وأنا أيضا أقول مثلا من القراء العشرة، المفسرون، العلماء القرآن الكريم الذين ذكرهم موجود بيننا، وهم كانوا ابن مسعود. من ابن مسعود؟ ابن مسعود كان رجل بسيط قصير القامة نحيل الجسم، لما يمشي في السوق لا أحد يأبه له. الآن نحن نذكر ابن مسعود لا نعرف لا أبا ابن مسعود ولا أولاده ولا نعرف إخوانه، بجزء عنده 10 إخوة، ولا نعرف أحدا منهم. لماذا؟ لأنه هو تميز بينهم بهذه الميزة، وهي أنه تعلم القرآن وأحسن أداءه للقرآن وخدم القرآن في قراءته وفي تفسيره وفي تدبره، فأصبح مذكورا بيننا وسيبقى مذكورا إلى يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم امتدحه، قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. فيعني لاحظوا كيف من هذه المواقف ومن هذا الكلام أن من يقبل على القرآن ومن يجعل القرآن في حياته وفي عبادته وفي تعلمه بإذن الله تعالى يرتقي في الآخرة ويرتقي في الدنيا أيضا بين الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقبلين على كتاب الله تعلما وتعليما وتأدبا ومذاكرة وتدبرا وفهما، ويعني أن يكون هو محور حياتنا، فنسعد بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. دكتور، بما أنك حكيت عن القراءات، نعم، عجيب من ما سمعت بالقراءات، أعجب يعني من الألفاظ. أوجه القراءة نعم تقصد؟ نعم، اللي هي الغريبة، يعني غرائبة مثلا. يعني هذا بسمونا سؤال مباغت شوي. نعم يعني لم أهيئ نفسي له لأن أتحدث عنه. يعني في أوجه في القراءة يعني حصل فيها عند الناس إشكال. يعني مثلا قراءة حمزة
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر. هذه القراءة ليست على الوجه الأشهر في اللغة العربية. قراءة جمهور العشرة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني واضحة، واتقوا الله والأرحام، اتقوا الله فأطيعوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واضحة على سنن الكلام. ولكن والأرحام يا جماعة، الأرحام طيب يعني به والأرحام طيب، كيف نعطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؟ هذا عند علماء اللغة علماء النحو خاصة عند البصريين بيعتبروه وجه يعني بعيد، فقالوا هذه القراءة أخطأ فيها حمزة ولا يقرأ بها. حتى في واحد من علماء اللغة القدماء كأنه المبرد أو كذا قال: لو دخلت المسجد وسمعت القارئ يقرأ بقراءة حمزة والأرحام تحديدا هذا الموضع، قال: أخذت نعلي ومضيت. يعني أنه مستنكر من يعني هذه القراءة، يرى بأن حمزة أخطأ فيها وليست على الصواب. طيب يا جماعة يا علماء اللغة يعني تريثوا قليلا. أولا هذه القراءة لم يقرأ بها حمزة وحده، هذه القراءة يقرأ بها أهل الكوفة، كثير من أهل الكوفة قرأوا بها، ومن شيوخ حمزة عشرات قرأوا بها، ولا شك أنها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة متواترة. فكيف يعني لا تقبلوها أو تضعفوها؟ أو هي لم توافق وجها في اللغة أنت تعرفه. وهل أنت محيط في اللغة؟ من المحيط ما في أحد يعني ابن جني، مع أنه ابن جني بالمناسبة يعني ليس عربيا، هو فارسي من أهل فارس، ولكنه أقبل على تعلم علم اللغة وأبدع فيه إبداعا، وألف كتبا كثيرة فيه، حتى أصبح أحد كبار أئمة اللغة. حتى اسمه يدل على أنه أعجمي، ابن جني. يعني كلمة جني هذه في اللغة الفارسية تعني الجميل، لأن يبدو والده كان جميلا الهيئة بهي المطلع، فهذا لقبه الذي اشتهر به. فمن أوجه القراءة يعني حسب السؤال الذي تفضلت به أخي محمد، أن هناك أوجه من القراءة أنكرها عدد من علماء اللغة وردوا عليها وضعفوها وبدأوا يتكلمون عليها ويقولون أخطأ هذا القارئ ولم يحسن اختيار الوجه الذي يقرأ به وما أشبه ذلك، وإنما أتوا من جعلهم العربية أساسا يقيسون عليه، والأصل العكس، أن يجعلوا القرآن هو الأساس والعربية تبع له. شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. طبعا محمد كتاني مع بداية المقطع الثاني ما عرفت بنفسك، الشاب النشيط في السوشيال ميديا وله المقاطع الكثيرة، تيك توكجي أنا بسميك، ويوتيوبر وما أشبه ذلك، وطبعا في التلاوة والأداء والاختيار المقاطع الجميلة نشيط، يعني بارك الله فيك. وأنا إنما حضرت عندك على هذا نسميه استديو، نعم. يعني بدعوة كريمة، فالله تعالى يجزيك الخير إن شاء الله. احنا تلاميذك يا دكتور. تسلم تسلم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على مشاهدتكم لهذه الحلقة. لا تنسوا أن تتابعوا الدكتور على جميع منصاته في اليوتيوب والفيسبوك وتيك توك، ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب، انشروا البث بين أصدقائكم وتابعونا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.